ايه هو الفراغ العاطفي وازاي بيأثر على حياتنا؟ الفراغ العاطفي ببساطة هو حالة نقص أو غياب أو جوع. خلينا نقول هو عبارة عن جوع. وأنا هنا مش بشتمك أو إن أنا هنا بنتقص منك، لا، هو أنت فعلا أنت جعان. الجوع ده أنت مش عارف تسده لأن في حالة نقص عندك، في احتياج. ولو ما خدتش، لو ما شبعتش أو لو ما كلتش الأكل من المصادر الطبيعية، أنت هتفضل طول عمرك جعان ومش هتشبع. طب المصادر الطبيعية للفراغ العاطفي بنجيبها منين؟ بنجيبها يا من الأسرة، يا بنجيبها من الزواج السليم، بخطوبة وزواج سليم معروف جدا، يا بنجيبها من الأصدقاء. ده طبيعي. طيب في كلمة العلماء النفس كانوا دايما بيقولوها، بيقولوا ايه؟ هو أصلا الإنسان اللي عنده فراغ عاطفي أصلا هو ليه حاسس بده؟ بيقولوا إنه حاسس إن هو مش محبوب أو إن هو مش مهم كفاية، فبيخليه يبحث عن اي اهتمام او اي علاقة حتى لو غير مناسبة لمجرد سد النقص. هو كل اللي عايزه بس انه عايز يسد النقص اللي عنده، عايز يحس انه مهم حتى لو كانت العلاقة دي فاسدة. سبب الموضوع ده الجوع الداخلي اللي بينهش جواه، عايز يخليه يمسك في اي حاجة واي حد. بيبحث عن الانتباه في اي علاقة في اي حاجة حتى لو كانت، إن زي ما أنا قلت قبل كده، انها سامة. شريك مش كامل حتى لو مش شبهه، المهم ان هو خايف يقعد لوحده، مش عايز يقعد لوحده. المشكلة مش في العلاقات يا اخوانا، المشكلة انك داخلها وانت فاضي، انت ما بتحبش بالفعل، انت عندك فراغ مش عارف توديه فين. الجزء التاني ليه علماء النفس والناس اللي كتبت في العلاقات بتقول ان الفراغ العاطفي اخطر مما تتخيل. الفراغ العاطفي رقم واحد بيخليك انك مش عارف تفرق بين الحب والادمان. رقم اتنين بيخليك تسامح في اي حاجة حتى لو في كرامتك او حتى في الخيانة، لانك مش قادر حتى انك تقعد لوحدك، المهم ما تقعدش لوحدك، فعندك استعداد تتنازل عن اي حاجة. رقم تلاتة بتكرر نفس الاخطاء اللي انت غلطت فيها قبل كده، علاقة ورا تانية ورا تانية، فشل ورا فشل، وعي من غير وعي، المهم انك عايز تخش في اي علاقة وخلاص. في دراسة عملوها بتقول ايه؟ ان 60% من العلاقات الفاشلة سببها الاساسي دخولها بدافع الفراغ. الامر التاني، الامر التالت، ازاي نملى الفراغ طيب العاطفي؟ ازاي ان احنا يعني نتخلص منه؟ الحل مش في انك تلاقي حد يكملك، الحل انك تكمل نفسك اولا. في آية الله عز وجل بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت لما قلبك كله تفرغ تماما وكليا ونهائيا من حب الله ومن التعلق بالله ومن اي حاجة ترضي الله عز وجل، انت بقيت عندك مفرغ، بقى عندك هشاشة نفسية. اي حاجة بقت تأثر فيك واي حاجة بقت تبكيك واي حاجة بقت تخليك مش قادر تكمل. اكتب الحاجات اللي انت بتحبها واعملها يا اخي، قوم انزل الجيم، روح اتمرن، روح اكتب رواية لو بتحب رواية، اسمع اي حد انت بتحب تسمع له، لكن املى وقتك باي حاجة انت بتحبها، لكن ما تفضلش قاعد لوحدك. سؤالي ليك الاخير، انت حاسس انك عندك فراغ عاطفي؟